جيت وجبت لكم واحد لاله مولاتي القصه النار البنات، النار في لاكار. قصه خطيره، قصه زوينه بزاف. الناس كاملين اللي سمعوها حلوا فمهم وقالوا هذه هي المراه والا فلا. والشيطان بحد ذاته حط السلاح وقال تسليم، حيت ما بقى عنده ما يدير قدامها. انا عرفتكم متحمسين وعرفتكم باغيين تسمعوا القصه وتعرفوا بالضبط اشنو وقع فيها. هذاك الشيء علاش غنقول لكم ما نزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في القصه ديالنا. ايوا يا البنات، سميتي سعاد، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي مع الشلهبي اللي عند بالو غيديرها بيا، كينسى وما عرفش مع من تلاقى، ما عارفش كينسى على حقه طريقه، وما عارفش انك الا درتيها في الرجال ترجعها. بالحق الا مشيتي حتى درتيها في النساء لا عمرك تنساها. ايوا المهم البنات، نبدا لكم القصه ديالي وبالضبط الجامعه. في واحد النهار كنت واقفه انا وواحد صاحبتي، وكانت هي صاحبتي الوحيده تما. كنا واقفين كنهضروا حتى كان وقف عليها واحد ولد خالتها. سلام كي دايره لاباس؟ هاد ولد خالتها كانوا معاه شي صحابو، ولكن هو فاش جا سلم علينا هادوك صحابو ما جاوش، بقاو واقفين بعيد. انا هزيت عينيا وانا نشوف لك واحد مولاي السلطان. ايوا قال لي بغيت نتعرف عليك، انا اختي راه بغيت المعقول وانتي تبارك الله زوينه وماشي شي وحده ديال التفليه باينه غير في وجهك وتخليها الدخله. وانا قلت لي مرحبا. من هذيك الساعه بدات على غدا مده حتى كنت انا يتخرجت من تما، والاب ديالي كلقى لي خدمه ببساطه. كنت خدمت عند واحد السيد صاحبه وهو اللي كان شاد لي الاعمال ديالو، كان مهلي فيا وكيحاول يعلمني كل شيء. المهم في ذاك الوقت الولد اللي كنت معاه كان خدم، فقلت له شوف ولد الناس، شحال وانا كنتسنى فيك، دابا خاصك تجي لدارنا باش تخطبني باش نولوا الامور رسميه، يعني ما يمكنناش نبقاو بحال هكا. السيد قال لي مرحبا. هذيك الساعه كان جاب والديه وجاو عندنا للدار باش زعما يخطبوني. والحق الاب ديالي ما بغاش وما عجبوش الحال، وقال له انا بنتي عايشه في واحد المستوى اجتماعي وانت يلاه بادي حياتك، واش عندك الدار واش عندك الطوموبيل، كيفاش غادي تعيشها ما كيفاش غادي تعيشها. المهم الاب ديالي جاه من الاخر وقال له ما تدوي معايا حتى النهار اللي تكون وقفتي على رجليك. والسيد كان مشاو ما عجبوش الحال وما رضاش قدام تواصلوا. الحصول وما فيه كان تقلق واحد اليامات، ومن بعد كنا رجعنا لعلاقتنا كيف ما هي. ايوا بقينا هكاك مده. في ديك المده انا الحمد لله كنت خدمت، كنت كنتخلص مزيان. الاب ديالي حتى هو كان كيعطيني الفلوس، ما كان ناقصني والو. كنت كنجمع الريال على خو، حيت عارفه واحد النهار غادي نحتاج هذوك الفلوس، لان السيد اللي كنت معاه فيما كنسولو على اشنو دار، دفع في شي دار، شاف شي حاجه، كيقول لي راه انت عارفه هذاك الشيء اللي كنتخلص قليل، وراه عندي المصاريف دارنا خصني نعاونهم، الكريديات هذه من هنا هذه من هنا. مهم السيد يلا كيجيب الشهر ديالو لاصق، يعني ما كيبقاش عنده ما يجمع. صافي هي هذيك مشات ايام وجات ايام، حتى النهار اللي واحد ولد عمي كان عزيز على با وهو اللي رباه، كان قرا مع خويا في المانيا وكان خدام اصلا، هو باه لاباس عليه حتى هو. كان جا عند الاب ديالي وطلب يدي ديال الزواج. ايوا انا كحلت بالعمى والظلمه وقلت له شوف با، هذاك اللي ما نتزوجش به. قلت له با انا غادي نجيك من الاخر، شي انا كنبغي فلان. قال لي كيفاش؟ قلت له با كيف ما سمعتيش نبدا نطيح نكذب عليك. قلت له با هذاك السيد الله يعمرها دارو، هذاك هو اللي باغي نكمل معاه حياتي. قال لي ومستقبله ما مستقبله. قلت له شوف السيد كيتقاتل وان شاء الله غادي يوصل. الاب ديالي تما طلع لي الدم، وباش يسد لي الموضوع قال لي عيطي ليه باش نتلاقى معاه. قلت لي واخا. المهم هي هذيك اتصلت به سلام عاودت له هذاك الشيء كامل اللي وقع. ديك الساعه كانت مده طويله دازت من على النهار اللي كان جا هذاك السيد وخطبني وبارفتو، يعني داز واحد المده. قلت له اسمعني مزيان، هاد الهضره ماشي ديال التليفون، خليني نتلاقى معاك ونقول لك هذاك الشيء اللي كنفكر فيه. قال لي واخا. حاصل هي هذيك الغد لي كيف خرجت من الخدمه كنت لاقيت انا وياه. السيد كان مشى عند با وكيف ما توقعت هذاك الشيء اللي طرا. المهم اول سؤال كنسولو اولدي شنو كدير في حياتك، شنو حققتي من النهار اللي جيتي عندي الى يومنا الان. السيد قال لي راه دفعت في واحد السكن اقتصادي راه غيسلموا لي من هنا عامين. الاب ديالي بدا كيضحك وقال له واش دابا بنتي بغيتي تسكنها في السكن الاقتصادي؟ قال له وهي بيتها قلت السكن الاقتصادي. قال له عمي نتقاتل على ودها وانا راني كنبغيها ومش ما مستحيلش نهائيا نفرط فيها ولا نتقاتل دمجو فين نعطيه ليها وهادي. المهم السيد بدا كيهضر مع با بواحد الطريقه اللي كانت خلات با يقتنع واحد شويه.
كنسولو الاب ديالي وقال له واش هاد الدار وجدات فرشتيها من ساعد للزواج. قال له لا، الدار غادي يسلموها لي من هنا العامين. انا دابا جيت نهضر معاك وان شاء الله النهار اللي يسلموني الدار نكملوا الامور ديالنا. الاب ديالي بدا كيضحك وقال له واش من نيتك ولدي كتهضر؟ واش دابا انا بغيتي ترشم ليا البنت لمده عامين؟ قال له هادشي ما عندناش اولدي، كنتي مستعد حتى من غدا. قال له ما عنديش المشكل، نقدر نكري ونتزوجوا، والنهار اللي توجد لينا الدار ننتقلوا ليها. الاب ديالي سكت وعرف انني انا باغي هذاك الولد، لانه مده وهما كيجوني الخطاب وانا كندير السبه، وتما كان صافي عرف انه ما كاين لا خدمه لا والو. عرف ان المشكل الاساسي هو هذاك الشاب، وعرفني انني كنبغيه وباغي نتزوج به، فغمض عينيه وقال لي اللي بغيتيها بنتي ديريها، وتما كان وافق لينا على هذيك الزواجه. ايوا تطرح اول مشكل وهو الصداق والدهاز والدار والفراش وهذوك المصاريف كاملين. جاب الله انا في هذاك الوقت كنت جامع الفلوس اللي كان كيعطيني با، وكنجمع حتى من هذيك الخلصه اللي كنت كنتخلص. اما كون هولت على الرواجل كون بقيت خلا. ايوا الحصول ما فيه، اول حاجه درنا هي بدينا كنقلبوا على الكرا. تفاهمنا مع مولاها، كنا خصنا خلصنا ليه هذيك 3 شهور الاولى. من موراها مباشره كنت جبت هذوك الفلوس اللي كنت خازنه ومشيت انا والراجل اللي ما كان عنده ريال، حيت قال لك هذيك الخلصه ديالو يلاه كتكفيه ويلاه كيقدر يعاون بها والديه. مهم مشيت انا وياه، خديت الدهاز ديالي كامل بفلوسي، وجدت خديت الذهب، خديت السيكال، الماكن، كاع هذاك الشيء اللي كيجي. وفوق من هذا الشيء كنت سلفت من عند واحد صاحبتي الفلوس اللي غادي يعطيني راجلي في الصداق. يعني قلت لها غادي تعطيني واحد المبلغ ديال المال اللي كان شويه كبير، وقلت لها النهار الفلاني غادي نردو لك. وعطيته الراجل وقلت له هذا فاش يسولك با على الصداق بدو ليا قدامه، لان انا عارفه با ما غيسولنيش على الصداق وما غايقولش ليا اريه. قلت ناخذو ومن موراها نمشي نردو البنت. هادشي كامل درتو باش نتزوج بهاد الدري، درتو حيت كنبغيه وحيت هو كان كيقول لي كيبغيني، درتو باش نكبر به قدام عائلتي وما يحسش بالنقص. ايوا صافي هي هذيك الامور كامله تيسرات، والسيد كان جا خطبني خطوبه رسميه من عند الاب ديالي، وهاد المره الاب ديالي وافق. كان مشى شاف الدار اللي كراه عجباتو. مهم كان قال ان السيد راه فعلا كيدير شي حاجه على ودي. النهار ديال ضرب ستار كانوا جابوا الخطوبه، الاب ديالي شاف داكشي اللي جاب، شاف الذهب، كان كيسحب ليه ان الراجل اللي داير هذاك الشيء، وقال هذا راجل اللي يعول عليه. مهم عطاني الصداق، الامور كامله داس مزيان. العرس الاب ديالي اللي كانت تكلف به من طقطق حتى السلام عليكم، ومن بعد كنت هزيت راسي ومشيت مع راجلي لداري. طيرة بالفرحة وعاجبني الحال، حيت واخيرا تزوجت بالسيد اللي كنت كنبغي، تزوجت بحب قلبي، وحتى هو كان كيبغيني لواحد الدرجه اللي ما كتخيلش. كان كيقول لي لا كلام فوق كلامك ولا شوار فوق شوارك. اييه السيد كان على قد الحال، ولكن كيبغيني واحد الحب اللي كان كبير بزاف. وهذا الشيء كامل اللي سمعته دابا كوم بالحق هادشي اللي غتسمعوه من بعد كوم تاني. ايوا نكملوا القصه ديالنا. ايوا من النهار اللي تزوجت بهذاك السيد الاب ديالي كان قطع عليا المصروف اللي كان كيعطيني، حيت صافي راني تزوجت وليت كنعتمد غير على الخلصه ديالي فقط. وراجلي راني قلت لكم يعني السيد قبل كاع ما نتزوج به ما كان كيشيط والو في الخلصه ديالو، يعني فاش تزوجت به كان كيعطيني واحد المبلغ قليل ديال المصروف، كنت انا اللي هزه كل شيء. حتى الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع اختكم بدات كتزير ووليت كنشكى وكنقولوا هادشي راه ما مسلكش. سيد قال لي وعلاش غادي نتحولوا لدار اخرى، علاش ما نمشيوش ونسكنوا معمرين الدار بهذه الطريقه، الفلوس اللي كنخلصوا في الكرا نزيدوهم وندفعوا فيهم في شي دويره. المهم انا في الاول ما بغيتش، قلت له واش من نيتك كدوي، واش الاب ديالي غادي يبغي هذا الشيء؟ قال لي الاب ديالك نسيه، والديا غادي يحطوك فوق راسهم، وزيدون انا عندي خواتاتي غير جالسين في الدار، انت غتعيشي كيف القيده حتى شي واحد ما يهضر ولا يتكلم معاك، وهذا وعد مني ليك. بدا كيحاول يقنعني بالموضوع، وحيت انا كنت كنبغيه وبغيت ندير معاه المستقبل كنت قلت له واخا. الحصول ما فيه كنت مشيت وسكنت معاه في دارهم. الوقت اللي استقبل الاخبار كان باغي ياكل جنابو، وفاش قال لي علاش ما علاش قلت له حقه الواد باش نهار اللي تخرج لنا الدار نخلصوها طنان. الاب ديالي تما سكت وقال لي يا بنيتي انت تعرفي بالضبط اشنو غديري، المهم الا ما كنتش مرتاحه رجعي لدار باك. قلت له واخا با ما تخافش.
صافي هي هذيك سكنت مع دارهم. ومن النهار الاول بداو المشاكل مع خواتاتو اللي كانوا حاضيني في الدخله والخرجه، اشنو لبست وشنو شريت وشنو تقديت. كانوا دائما كيمشيو عند خوهم وكيقولوا ليه مال مرتك داخله بالشواكش وخارجه بالشواكش، واش ما كتعياش من شريه الحوايج. وهو عارف الصالير ديالي في هذاك الوقت كان مضوبل الصالير ديالو على 2 ولا على 2 ونص. ايوا كان كيقولوا دبر راسها. البنات فاش قنعوا من خوهم ولاو كيجيو عندي انا ولاو كيتحاسبوا معايا، ولاو كيقولوا لي على شريتي هاد الصباط ومالكي على هاد الصاك ومالكي على هاد القميجه. وليت كنخرج كندخل كنلقاهم في بيتي حلي ليا بلاكاراتي ومقلبي ليا حوايجي. انا هنا ما بقاش كيعجبني الحال. واحد النهار جلستهم وحطيتهم في الصوره وقلت لهم الا كنتو نتوما جالسين في الدار راه انا خدامه، والخدمه ديالي كتلاقيني مع واحد الناس اللي ما يمكنش تمشي عندهم باي حاجه. ناس الا شافوك مثلا لابسه شي حاجه اللي ماشي ماركه ولا مدرحه كيحقروك، وانا اصلا هكا كبرت. وإلا نتوما بغيتو بحال هكا نوضوا تخدموا. ايوا تما ضربوا الطم. من بعد كنجبدوا لي المشكل ديال الخدمه. انا تما في السبت والحد اللي كنت كنجلس وليت كنجيب واحد السيده كتعاون معاهم في الدار، كنخملوا مجموعين. مهم بحال هذاك الشيء اللي كيديروه هما في السيمانه كامله انا كنت كنهزو هذاك السبت والحد، وبقيت عايشه وصابره. ايوا هي هذيك مشات ايام وجات ايام، حتى النهار اللي انا وراجلي قدرنا نجمعوا واحد المبلغ ديال الفلوس. هاد المبلغ الثلثين ديالو كنت انا اللي جامعاه، والثلث ديالو كان تقريبا هو اللي جامعه. ايوا الراجل كان باغي يدفع هكا في شي سكن اقتصادي ولا شي حاجه. بالحق انا ما بغيتش وقلت له علاش ما ناخذوش شي ارض ونبنيوها بشويه علينا. شفت واحد السيد اللي كان كيعرف الاب ديالي وهو اللي كان بناها لينا، وكنت درت معاه الطريطات، يعني غنبدا نخلصو للشهر. الخلاص كنت تقريبا كيف العاده انا كنخلص اكثر من ثلثين وراجلي كيعطيني غير شي تفرتيتات. مشينا وسكننا فيها وتهنيت من هذاك السم ديال اللويسات. تما كنت عايشه مع راجلي بخير وعلى خير وما ناقصنا حتى شي حاجه. فديك المده كنت حيدت الفانيد باش زعما سيدي ربي سهل عليا ونولد مع الاولاد. صافي هي هذيك بقينا هكاك. انا بشويه بديت كنفرش هذيك الدار، بديت كنفكر باش انني نبني الطبقه الفوقانيه من بعد ما كملت الكريدي ديال هذيك الطبقه. ايوا الحصول ما فيه في هذيك المده العائله كامله بداو كيسولونا على الاولاد، حيت الحمد لله استقرينا. يعني هذيك الدار كنا بنيناها قديناها صيبناها، كنا خدينا شي اراضي. مهم الحياه ديالنا بدات كتسقر نهار على نهار، بدلنا الطوموبيلات. مهم الحمد لله ماديا ولينا عايشين بخير وعلى خير. كلشي ولا كيقول لنا حتى امتى غتبقاو فحال هكا، واش ما غديروش الاولاد. ايوا النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث جلست مع راجلي وقلت له فعلا هاد الهضره عندهم فيها الصح. قلت له خاصنا نمشيو نشوفوا شي طبيب. المده هادي وحنا مزوجين ومازال سيدي ربي ما سهلش علينا. صافي هي هاديك مشينا عند الطباب بدينا كنديروا التحاليل سكانيرات حتى كنا عرفنا انني انا اللي ما كنولدش. تما كنت جلست معاه وقلت له شوف انا مستعده نتفارق معاك اليوم قبل من غدا، وسير ولد الناس زوج لك بشي بنت اخرى وعيش مع الحياه ولد معها وليداتك. حيت انا كنت عارفه ان الولاد ركيزه في الزواج، يعني راه ما كنهضروش على شي حاجه اللي بسيطه. ايوا السيد عنقني وقال لي واش انت تسطيتي، واش هادشي اللي بيناتنا غادي يحيدوا الاولاد؟ انا كنبغيك وكنحماق عليك ومستحيل نبدلك بوحده اخرى. انا يا انت عندي بالدنيا، والولاد اللي ما يجوش منك ما عندي ما ندير بهم كاع. بقينا هكاك مده حتى لواحد النهار وانا في المكتب ديالي كانت خلات عندي الكاتبه وقالت لي جات عندك واحد السيده سميتها فلانه. قلت لها دخليها دابا، حيت هاد البنت كانت صاحبتي الله يعمرها دار كانت قرات معايا، وبقات هذيك العلاقه ديالنا يعني بقات غاديه، يعني بقينا على تواصل. وكانت زوجت بواحد السيد كنقرا معنا حتى هو. ايوا دخلت السيده من بعد ما تعانقنا وتسالمنا وسولت على حبابها وسولت على حبابي، كانت قالت لي شوف يا سعاد جلسي قدامي بغيت نهضر معاك. قلت لها الله يصبر اخبار الخير شنو واقع؟ قالت لي واش انت في اخبارك راجلك شنو كيدير؟ قلت لها ويلي شنو كيدير؟ قالت لي شوف اختي انا ما قداش نخبي عليك حيت انت صاحبتي وديال قلبي وكلشي كيقولها فيك زوينه. هذاك السيد هزيتيه من القاع وطلعتيه للفوق، وبسببك وصل بزاف ديال الحوايج اللي من المستحيل يوصل ليهم. انت كتشوفي انا وراجلي وبزاف فينا من شحال وحنا كنتقاتلوا ما واصلينش حتى ل 10% من هذاك الشيء اللي وصلتي ليه نتيا. قالت لي انا كيبان لي انك انت كتبني في المستقبل وهو كيريبو من موراك. انا تما كنحس بقلبي كيدق تخلعت بزاف. قلت راجلي دير شي فضيحه كحله، ياك ما داخل في شي بلانات في شي حاجه اللي غير قانونيه. وحنا الخدمه ديالنا اهم حاجه فيها هي السمعه، الا مشات لك السمعه غير سير انتحر. قلت لها شنو كاين قولي لي.
قالت لي شوف اختي، انا راجلي قال لي واحد الهضره وما قدرش نهائيا نخبيها عليك. قالت لي قلت لها ولي هي؟ قال لي ان راجلك عنده علاقه بواحد السيده. قلت لها واش كدوي من نيتك؟ قلت لها الهضره اللي كتقول لي فيها مستحيل. قالت لي لا، هاد الهضره اللي كنقول لك فيها هي اللي كاينه. قالت لي والناس كاملين عارفين وشافوه ما مره ما جوج ما ثلاثه، وهاد خيتي راه كيخرج معاها زعما قدام الناس وكيقول لهم المدام. ونزيدك مازال الطوموبيل اللي راجلك بدلها مؤخرا، اشنو دار بالطوموبيل القديمه ديالو؟ قلت لها باعها. قالت لي لمن؟ قلت لها لواحد السيده، قلت لها معقل الصراحه على سميتها. قالت لي الشرفيه راه ما باعهاش، راه عطاها ليها. وراه هذيك خيتي على من كنهضر. انا تما فحال ضربني الضو، تلفت وما تليت عارفه ما ندير. الحاجه الوحيده اللي طلبت منها هي ما تقول حتى شي واحد انني سايقه الخبار. ايوا السيده خرجات، بكيت وجدبت حتى عييت، ومن بعد نضت ومسحت دموعي وحلفت بحلوفي يا ما نقول حتى شي حاجه، حتى اولا نعرف راسي من رجليا ونقد اموري مزيان، وثانيا نعرف العلاقه اللي كتربط راجلي مع هذيك السيده. ايوا خليته عايش في الغرام وانايا كان قاد في دقتي. ايوا الحصول ما فيه، بقيت هكا كنقاد في اموري حتى النهار اللي صافي الامور كامله تقادات، وتما قررت انني نواجه الراجل. بس صافي نفرتكو هادشي ونعرف راسي من رجليا معاه. كنت جلسو وقلت له شوفها فلان، انا سقت الخبر انك عندك علاقه بواحد السيده، وها شنو سميتها وها شنو سميتها، وحتى من الطوموبيل اللي قلتي لي بعتيها عطيتيها ليها. السيد في الاول صفار ومن بعد كان قال لي شوفي، حتى انا مادام جيتيني الصراحه ما غاديش نخبي عليك وغادي نجيك للصراحه. انا عندي علاقه بهذيك البنت وباغي نتزوج بها. السيده اللي معاها ما بغاتنيش نهائيا نبقى مزوج الا بغيت نتزوج بها. قلت له واش من نيتك كدوي؟ واش هاد 10 سنين كامله اللي دوزت معاك غتمشي هكاك باطيله على ود وحده يلا تعرفتي عليها؟ ما بغاتش الله يعاونها، سير تزوج بوحده اخرى. قال لي لا، انا هذيك اللي بغيت، وفوق من هادشي السيده حامله. انا فاش قال لي السيده حامله بحال ضربني الضو، ما عرفت نبكي ما عرفت نفرح، بقيت غير كنشوف فيه وقلت له انا راه ما قداش نتفرق عليك، واش انت تسطيتي انا كنبغيك عافاك لما خليني معاك؟ قال لي مستحيل. والحصول ما فيه السيد غبر واحد 3 ايام، وانا في هذيك 3 ايام كنت قادت اموري كامله. في واحد الصباح كنت مشيت للمكتب، اتصلت بيه وقلت له غدوز عندي. قال لي علاش ما علاش؟ قلت له كيفاش علاش؟ واش ما غنفضيوش حريرتنا؟ قال لي واخا انا جاي. دخل السيد وقلت له امن شنو درتي؟ فكرتي مزيان؟ قلت له انا راه مازال كنبغيك وما نقدرش نتفارق عليك. قال لي الا كنتي معيطه ليا غير على ود هذا الشيء غير سمحي لي خاصني نمشي. قلت له هياش؟ قال لي انا دويت معاك، خلي علاقتنا مزيانه وكل واحد يشد طريقه، وانت الله يكتب لك ولد الناس اللي يكون احسن مني. عادي راه ماشي بالضروره جوج تزوجوا يبقاو مع بعضياتهم حياتهم كامله. سيدي انت فاش عارف هادشي ومعود تطلقني؟ لاش جاي عندي هذيك الساعه سير المحكمه وطلقني؟ قال لي انت راكي عارفه طلاقنا ما يمكنش يدوز بحال هكا، خاصنا نتفاهموا على بزاف د الحوايج. قلت لي واللي هما؟ قال لي المملكات اللي عندنا. قلت له علاش من المملكات كدوي؟ قال لي على الاراضي. قلت له على حنا عندنا غير الاراضي وهذيك الدار والبارتمان اللي كاينه في المدينه الفلانيه. قال لي لا، هذيك الدار في سميتي وهذيك البارتمان في سميتي، الاراضي اللي كاينين شي وحدين فيهم بسميتي انا وياك. قلت له يعني حتى الاراضي اللي ماشي في سميتي انا وياك وفي سميتك بوحدك غتاخذهم؟ قال لي طبعا. قلت له واش من نيتك كدوي الشريف؟ قلت له على هذيك الدار شكون اللي بناها وشكون اللي شرى الارض؟ قال لي شريتها انا وياك. قلت له ما جيتش انا وياك، قلت له انا اللي شريت وانت عاونتيني واحد شويه. قال لي لا، على مال انا فلوسي فين كيمشيو؟ قال لي انا وياك شريناهم. قلت له ها انت قلتي انا وياك شريناهم، يعني راه انا وياك خصنا نقسموهم. قال لي لا، هذاك الشيء في سميتي وما عندي ما نقسم معاك. قلت له هذيك الدار اللي انا شريتها على البارتمان اللي كانت حدا البحر، قلت له انا اللي شريتها. قلت له علاش غادي تاخذها؟ قال لي شوفي بلا ما نبقاو نطولوا الهضره بزاف، اشنو غنديروا في الاراضي اللي مكتوبين بسميتي وبسميتك؟ تمام بالله العلي العظيم الا تما كنت كرهتو وتما هذاك الشيء اللي كنت موجده ليه وكنت كنقول لي عندك نكون ظلمته، عرفت انني ما ظالماش وعرفتو انه ولد الحرام مقطر، وقسمت بالله الا ما نخليه يندم راني ماشي مرا. داك الوقت جمعت الوقفه وقلت له اسمعني يا مولاي، هذيك الدار اللي كدوي عليها في سميتك راها في سميتي والبارتمان في سميتي والاراضي كاملين في سميتي، حتى من الخرشاشه اللي راكب فيها في سميتي. قال لي اش كتخربقي؟ قلت له كيف ما سمعتي، الا كان كتحب لك راسك مطور عرف راسك مع من كتعامل وسير سول على سميتي في السوق، ماشي كلف حالك غادي يديرها. قال لي اش كتخربقي واش كتقولي؟ قلت له كيف ما سمعتي جميع المملكات بسميتي، ما عندك حتى شي حاجه،
رجعتك كيف ما تزوجت بك النهار الاول. ايوا السيد خرج من عندي غادي بخدم، ما كانش عارف الهضره اللي كنقول واش بصح ولا غير كنقولها من فمي. الوقت اللي مشى وبدا كيسول لقى راسو انه ما عنده والو، ما لقى اصلا ما يقسم. تما دارت به الدنيا ورجع عندي كيجري وقال لي اش كتخربق كيفاش درتي لهذا الشيء. قلت له كيفاش درت لي ساهله، عقلتي على التوكيل الفلاني اللي كنتي درتي ليا. السيد بحال ضرب الضو وقال لي كيفاش. قلت له كيف ما سمعتي، في الوقت الشريف اللي كنتي عايش الحب والغرام مع فلانه انا كنت كنوجد لك في الدقه. قال لي اذا انت مخطه، انت راكي بنت الحرام كيف ما قالوا خواتاتي. قلت له انا بنت الحرام يا والله تنربيك وندير لك ونفعل لك. قلت له شوف جري طوالك بدك تقصر ولا احتاجيتي شي محاميه عيط ليا ندبر ليك، وحتى لا ما عندكش فلوس ندور معاك، انا عارفاك غادي تكون واقف على الجوانط. السيد خرج من عندي من البيرو وهو طاج تالف وما عارف راسو من رجليه، طار حتى طار وفي الاخر ما صور لا حق لا باطل. هو اللي حمار وهو اللي ما دارش في بالو انه مزوج بوحده كتاكل القانون ماكله، عارفه عقها وواجبها، عارفه كيفاش تخرج الواحد من عين البرا وتدخلو في عين المخيط وكل شيء بالقانون. جا عندي السيد وما نقولش لكم حالته كيفاش دايره، داير كيف الكلب كله كيترحد. قال لي شوفي ديري معايا شي حل، انت عارفه ان هذاك الشيء انا حاط فيه حقي، عطيه خلينا نتقاسموا. قلت له حقك على اش من حق كدوي على هذوك جوج فرتيسات اللي كنتي كتعطيني؟ وزيدون الحاجه اللي في سميتي ما نهضروش عليها، الا كانت شي حاجه في سميتي وفي سميتك نقدروا نتكلموا ونشوفوا ليها شي حل. رديت ليه الجمله اللي قالها لي بالضبط، نوض معايا صباط وقال لي سيري القراده يا العاقره فرتي سيلي ليا شي هادشي كامل اللي كديري فيه غيديو غير الورثه، ماشي فحالي انا الحمد لله راجل وخدام وهذا الشيء كامل نعاود نديرو من جديد وما عنديش المشكل، وعلى الاقل غندير الاولاد اللي غيهزوا سميتي وغادي يورثوا فيا. ما داش بزاف حتى السيد كان جا عندي مره اخرى. انا في الاول صراحه ما كنتش بغيت ندخلو، ولكن من بعد قلت نشوف شنو بغى. قال لي المهم انا جيت عندك حيت بغيت نعرض عليك العرسي، ولا يقول بالك حتى انت بشي ولد الناس، واخا ما كنظنش ما كاينش شي واحد اللي غادي يبغي يتزوج بقراده في حالك وفوق منها حاقره وما كتولدش. قلت له بلا ما تخمم ليا بزاف، انا الحمد لله ما ناقصني حتى شي حاجه، عايشه بعزي وبفلوسي. وبالنسبه للعرس ديالك مبروك يا سيدي، الله يكمل عليك بالخير، وان شاء الله الا لقيت شي وقيت اكيد غادي نجي. حط ليا البطاقه ومشى كيجري. من بعد هزيت راسي ومشيت للصالون، قديت لكم هذاك الشعر ودرت واحد المكياج اللي يجي معايا. من بعد رجعت للدار لبست لك واحد لاله مولاتي التكشيطه فعلا تركه. ايوا هزيت سويرتاتي في يديا ولبست طالوني، كانوا دايرينو في واحد القاعه كانت من اكبر القاعات اللي كاينين في المدينه. انا هذيك البنت اللي كان مزوج بها كانت بنت لي بسيطه، وكنت عارفه ان كل شيء من جيبيهم، وعرفت ان العرس اللي ما دارش ليا داروا ليها. عندكم اصحابكم بقى فيا الحال بالعكس، فرحت وعرفت ان السيد كيطرطق في الفلوس، وهذيك البركه اللي ممكن تهزو مره اخرى كيخسرها، حيت اللي شماته واللي مكلخ واللي هبيل باغي يتعاند وباغي يفقسني، ما كانش عارف بالضبط اشنو موجد عليه. ايوا حطيت الطوموبيل ديالي ودخلت وانا هازه زنافري للسما غاديه وهزت قشيتي بشويه عليا، كنتمشى فحال شي فراشه قريب 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 وكل شيء كيشوف فيا، حيت كل شيء كنعرفني مرتو الاولى. ايوا السيده كيف شافتني هذيك اللي تزوج بها بدات كتطلع وكتنزل فيا، وحسيت بها فحال كترهد، وفي نفس الوقت باغا تبين ليا انها زعما داتو ليا، وانا قلت لها غير شبعي به الا لقيت فيه الخير انا تلقايه حتى نتيا. ايوا هي هذيك مشيت مقصداهم نيشان، رحت عليهم وشفت فيها وقلت لها مبروك لاله، حليت سويكي وجبت واحد 50 درهم مكمشه كنت موجداها ليها، وقلت لها هاكي سمحي لي راجلك هو السبب، هو اللي ما علمليش بكري، اما كنت نجيب لك شي سيرفيس ديال الكيسان بالحق حتى هادي تنفعك. هي بدات كتخنزر وما حملاتش راسها، وانا خليتها ومشيت جلست حدا الراجل وعيطت للمصور باش يصورنا. الراجل ما فهم والو وقال لي غير بشويه اشنو جايبك. شفت فيه وقلت له على ماشي انت اللي عطيتيني الدعوه؟ اويلي واش انت ما عارفنيش مصيوبه؟ واش انا راجل دوز مع 10 سنين 10 ما غنحضرش ليه العرسو؟ لا ما يمكنش. كان باغي يهضر ويغوت قلت له عندك الناس كاينين والكاميرا خدامه ويلي والتليفونات، عندك دير شي فضيحه وانت وانا خدامين غير بالسمعه ديالنا. انا الحمد لله حتى انا خسرت السمعه ديالي با يصرف عليا كيتك انت. دابا شنو بغيتي؟ قلت له انا جيت غير نبارك ليك، وهو يقول لي باركتي. نوضي تقعدي حيدي عليا من هنا. قلت له اويلي والكادو ديالك؟
قال لي اش من كادو كدوي عليه؟ قلت له ويلي سكوت، انا ما موجدش لك كادو. واش انا حب قلبي الراجل اللي كنت كنبغي تزوج وما عطيش كادو؟ حشومه كاع. السيد بدا كيخنزر ولا كله كيترعد. مات الوقفه ونط من الجنب اللي كنت جالسه فيه، حيت انا كنت جالسه حداه من الجنب الاخر، عنصو من الجنب الاخر، وجيت حتى الوسط منهم وبغيت نجلس. هما راه كانوا جالسين حدا بعضياتهم، يعني انا فاش غنجي غنجلس فوق منهم. فداك الوقت سيده بغات تدفعني، قلت لها شوفي حيدي شويه، راه هادشي اللي غتسمعيه مهم بزاف. السيده ما بغاش تحيد، ولكن هو كحاز. ايوا كنت جلست وسط منهم ودرت عندها وقلت لها مبروك، باقي حامله ولا طايح لك؟ قالت لي الله ينجيني، قالك يطيح ليا. قلت لها كاع ما شفت الكريشه. سمحي لي حازمها بلاكين باش شي واحد ما يعرفك، ولا ما حاملاش كاع؟ قالت لي ويلي قالك ما حاملاش كاع؟ حامله ويدور عندي. قال لي دابا شنو بغيتي؟ نوضي تقعدي. الناس كاملين في هذاك الوقت كلشي كيشوف فينا، راسي راه واحد المنظر ما تبغيوش لعدوكم واللي ما يبغيكم. السيده تزنقات ولات كلها كترعد. اما مولاي السلطان كل لقى كلني في هذيك اللحظه كون كلاني. جاب الله نفعوني التليفونات اللي كانوا كيصوروا. ما بغاش نطول عليهم بزاف حيت خفت شي واحد يديرها في حوايجو. هذيك الساعه جبت ساكي بشويه عليه وجبت واحد الورقه ومديتها ليه. قال لي شنو هي هادي؟ قلت له كنظن انك قريتي، قراها وغادي تفهم. السيد كيف حلها وانا نقول لي سد ضحكوا عليك الناس. قال لي واش كتضحكي عليا؟ قلت له شوف انا غنقول لك غير بيني وبينك، شي انت راك عاقر. قال لي شنو؟ قلت له انت راك عاقر دابا سمعتيها؟ قال لي اش كتخربقي؟ قلت له كيف ما سمعتيها شيري، انت ما كتولدش وانا سنين وانا مخبيه عليك حيت ما بغيتش نحقرك وما بغيتش يلزم عليا نطلقك. طلقني انت بزاف عليك، وبغيت حتى والديك تبقى كبير في عينيهم وما يحسوش بالكيه ويقولوا ولدهم عاقر، وحتى نتايا تبقى حاس براسك انك راجل. وقت اللي كان كيسحاب ليا انك راجل، اما فاش عرفتك شماته خاصك تعرف انك عاقر. قال لي اش كتخربقي واش كتقولي؟ وديك خيتي اللي حدايا قالت لي كيفاش؟ وقلت لها انت غير سكتي، اذا كنتي حامله راكي حامله بولد الحرام، ولا كنتي ما حاملاش باش تزوجي بيه بصحتك بيه بخري بيه دابا. ايوا الحصول وما فيه هذاك العرس اللي خسر عليه زباله الفلوس لا زي الزفت، ما حش به كاع. وانا كنت عارفه كيفاش داير. من موراها مباشره مشى وسول على راسو وتاكد انه عاقر. تما كان تواصل معايا وقال لي حقه والوعد، بغى يعرف علاش درت فيه هكا، حيت انا كنت حماره وغادي معاك بنيتي. بالحق النيه وقله النيه ما كيتلاقاوش، وسيدي ربي كبير، ونيتي اللي كنت غاديه معاك فيها خرجت فيك. انا ما بغيتش نقولها لك باش ما نضركش في قليبك. بالحق في الاخر هذا هو السلاح اللي ضربتك به، وماشي مشكله الشريف تكبر وتنساها. فدوك اليامات دار المستحيل باش ما يطلقنيش، ولكن انا كنت مقرره وصافي اللي بيناتنا سالا تما. الحصل وما فيه كنت فارغت مع هذاك السيد اللي ما بقى كيعبر ليا حتى شي حاجه، رديته كيف ما كان والناس كاملين كانوا كيضحكوا عليه. هذيك السيده اللي تزوج بها ما طولش معها بزاف، هو دار السبه بانها كذبت عليه وما حاملاش، وهي دارت السبه بالمشكل اللي وقع في العرس. وكانوا فرسكو قله هوس واحد المده اللي ما طويلاش، وكان سهل عليا سيدي ربي وجاب لي واحد ولد الناس، ولد عائله اللي كبيره واللي معروفه. كان بغاني الزواج حيت اختكم واخا كانت قراده ولكن كانت غزاله. الحمد لله تزوجت به ولات مع جوج ديال الوليدات. بدلنا هذيك المدينه حيت ميمكن لياش مازال نسكن فيها، لان الناس ما كانوا معروفين وانا كنت شويه معروفه.